السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في سؤال جالي وأكثر من مرة، فلازم إن أنا أجاوب عليه احتراما لهذا الشخص اللي بعت لي السؤال. والسؤال بيقول: أنا دايما ببحث عن كلمة شكرا. دايما لو عملت أي عمل دايما بنتظر وراه كلمة شكرا. دايما لو حد قال لي كلمة وأنا عارف إن الحاجة اللي أنا عملتها دي كويسة، كلمة لأ، الحاجة دي مش حلوة، فبرجع تاني. لو جبت لبس حد قال لي وأنا مقتنع بيه، لو حد قال لي اللبس دوت مش حلو، ما يليقش عليك، ملبسهوش وممكن أرميه كمان، وغيرها من الأمور للأسف الشديد. فكنت في حالة ذهول وهو بيقول لي هذا الكلام، لأن أنا للأسف الشديد دوت اسمه أنا ببحث، البحث عن قيمتي الذاتية في عيون الآخرين. تاني، أنا ببحث عن قيمتي الذاتية في عيون الآخرين. وده شكل من أشكال التعلق. التعلق إن أنا رابط سعادتي على كلمة، رابط سعادتي على نظرة، رابط سعادتي على أكشنز أو أفعال معينة. للأسف الشديد هو مفيش أي ريزيلينس، مفيش أي مرونة للشخص دوت يعني الأشخاص اللي بهذه الطريقة لا يوجد أي مرونة للأسف الشديد في التفكير وفي التعامل. للأسف الشديد. وأنا بعتقد وبقولها، إن أنت لو رابط سعادتك، رابط سعادتك ورابط حياتك على كلمة أو فعل أو ردة فعل من الآخر عشان يسقف لك. تاني، لو أنت رابط حياتك ورابط نفسك، ورابط شكلك ورابط لبسك ورابط أفعالك، عشان بتعمل كده عشان خاطر قيمتك تزيد في عيون الآخرين، أنا آسف، أنت أسير، أسير في زنزانة الآخرون. أنت أسير في زنزانة وعيون وآراء وفكر وكلمات الآخرين. آه، آه، الله سبحانه وتعالى مديك الروجيتا مثلما يقال يعني. آه، آه، إن أكثر الناس لا يعلمون، لا يشكرون، لا يفقهون، لا إن أكثر الناس يجهلون، إن أكثرهم يجهلون. ربنا سبحانه وتعالى مديك القاعدة. فأنت بتبحث عن آراء. مادام بتعمل حاجة كويسة، إيه المشكلة إن أنت تكمل فيها؟ إيه المشكلة إن أنت تشتغل؟ إيه المشكلة إن أنت تقول لأ؟ أنا هواجه، ما هو ده تحدي من ضمن التحديات. ده تحدي من ضمن التحديات اللي أنا اتكلمت عليها في الفيديو السابق. ما تفكرش إن أنت عشان حد يقول لك حاجة كويسة. طب مين قال لك إن هو بيقول لك حاجة صح؟ مين قال لك أصلا إن هو بيقول لك كلام صحيح؟ مين بيقول لك إن هو أصلا بينصحك لوجه الله؟ مين قال لك الكلام ده؟ أنت بهذه الطريقة أنت أسير لآرائه ونظراته وأسير لفكره هو. أمال ربنا خلقك ليه؟ عشان تفكر وعشان تتأمل. ولازم إن أنت تدمر التعلق ده. ده اسمه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. أنت تسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب جزيني خير على عملي، يا رب اكرمني في هذا العمل، يا رب قدرني وقويني إن أنا أشتغل أكتر. إنما أنت رايح بتسأل حد زيك: اللي أنا عملته دوت إيه رأيك فيه؟ حلو صح؟ طب سقف لي بقى. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش يا فندم. لازم ان انت يكون ليك شخصية، ولازم انت يكون ليك ذاتك قوية.
ولازم إن أنت تتحرر من زنزانة عيون الآخرين وزنزانة آراء الآخرين، ونظرات الآخرين. لازم أنت تتحرر منها، ولازم إن أنت يكون لأ، أنا اللي بعمله صح، ولو حتى أنا غلطت فيه أنا بجرب عشان أتعلم أكتر. خد بالك إحنا حتى في التنمية البشرية بنقول للناس دايما على عدد وعلى قد فشلك على قد نجاحك. تاني كده الحتة دي، كل ما تفشل وتقف تاني، ما هو في ناس بتفشل ما بتقفش خلاص، اردم يا باشا. على قد فشلك على قد نجاحك، لو عندك استمرارية ومداومة. تاني، على قد فشلك والوقعات والخبطات والضربات اللي هتقابلك في الحياة، على قد وصولك إلى نجاح قد يذهل الآخرين. إيه ده؟ يعني أنت عايز تقولي إن أنا لما